وما يحلى الكلام إلا بذكر الرحمن، ولازم دايما دايما نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مع بعض الفولية، بنشتريها غالية جدا جدا في مولد النبي، من الحاجات اللي بتبقى مشهورة جدا جدا عندنا في القاهرة. ان احنا يجي مولد النبي فنلاقي حلاوة المولد منتشرة بطريقة فظيعة جدا في كل الشوارع. فقررت النهاردة ان انا اعملها معاكم بطريقة سهلة جدا جدا بدون عسل كلوكوز، وهتعمل معاكي كمية وفيرة جدا من كوبايتين بس من السوداني. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي النهاردة. اول حاجة معايا كوباية من السكر بما يعادل 200 جرام من السكر، هضيف عليهم نص كوباية صغيرة من المية. هحطهم على النار لحد ما السكر يدوب تماما مع المية، واخليهم ياخدوا يدوب لون فاتح بس. على طبعا ما السكر بتاعنا ياخد لون، هبتدي بقى اجيب الحاجه اللي انا هشتغل بيها وهغلفها كلها بالزيت عشان تبقى سهله معانا، لان الكراميل اللي احنا هنعمل بيه السودانيه من الحاجات اللي بتلزق جدا جدا، فلازم ان احنا نستخدم لها حاجات مدهونه بالزيت بالشكل ده. بعد ما السكر معانا اخد اللون الفاتح من الكراميل، حطيت عليه ربع معلقه من البيكربونات الصوديوم اللي هو البيكربوناتو، وهبتدي ان انا اقلب كويس جدا جدا. هيبتدي يديني شكل الفوران كده، وهبتدي ان انا انزل عليه كوبايتين من السوداني لو هتجيبيه ني، حاولي ان انت تشغليه على النار كده دقيقه دقيقتين تطلعي منه كل الرطوبه. هنبتدي بقى ان احنا في الخطوه ديت نشتغل بسرعه بسرعه بسرعه، لان الجلوكوز ده بينشف بطريقه فظيعه. مجرد بس كده ما يشم الهواء هتلاقيه ابتدى ينشف معاكي. فانا هبتدي ان انا اغلي في السوداني كله بالكراميل اللي احنا عملناه بالشكل ده، وهبتدي بقى ان انا بسرعه بسرعه انزله على الصينيه اللي احنا دهناها بالزيت. طبعا هنا هوت لازم بس تقلبي كويس عشان تاخدي كميه الكراميل كلها على السوداني. عايزه اقول لك خليكي حذره جدا جدا، لان لو اتلسعتي فيه بجد اللسعه بتاعته صعبه قوي. فابتدي ان انت تشتغلي بحذر كده معاه، وهبتدي ان انا انزله على الصينيه المدهونه بالزيت، وهبتدي ان انا بسرعه بقى احاول ان انا افرد فيه. افردي بيه بطريقه عشوائيه، انت كده كده انت والاولاد اللي هتاكلوه في البيت، فمش لازم يعني يبقى منقم قوي او ان هو مرتب بقى وتقطعيه يعني بالمسطره. لا، اشتغلي بيه بشكل عشوائي جدا. عايزه اقول لكم ان هو كان سخن جدا، فحاولت ان انا بس كده يعني ايه اعمله شكل مربع كده خفيف. وبعد كده لما لقيت بقى الموضوع صعب وابتديت ان انا اتلسوع، فسيبته كده زي ما هو، يا دوبك بس اديته ايه بالسباتيولا كده في النص افصله. برضو لقيت الموضوع صعب فسيبته زي ما هو. واول ما هيبتدي ان هو ينشف، عايزه اقول لك ان في ناس بتسيبه لتاني يوم، انا ما سبتهوش لتاني يوم ولا حاجه. هو بالظبط مجرد نص ساعه وكان برد معايا، وابتديت ان انا اقطعه. لقيته بجد طعمه رهيب، يعني احلى مليون مره من اللي احنا بنجيبه من بره. بس اهم حاجه جوده الزيت اللي انت هتشتغلي بيه، اللي هتبقي مغلفه بيه الصينيه بتاعتك والاسباتولا اللي انت هتشتغلي بيها او السكينه. لازم جوده الزيت تكون حلوه جدا عشان ما يبقاش فيه اي ريحه، يعني ما تستخدميش ريحه زيت تموين يبقى فيه ريحه يبوظ لك الوصفه اللي انت عملتيها. بصوا بقى الجمال يا جماعه، والله العظيم كان مقرمش جدا جدا وعجبني وعجب الاولاد. واتمنى الوصفه بتاعت النهارده تكون عجبتكم ونالت رضاكم. وهنزل لكم فيديو كمان بالسمسميه بقى السهل الممتنع بتركايه حلوه جدا. اتمنى ان انتوا تتابعوني وتحطوا لي لايك للفيديو، وباي باي.